السلام عليكم، ازيكم يا بنات يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده جايبين لكم فكره جديده وديكور جديد جدا بحاجات موجوده عندنا من البيت. اللي انتوا شايفينها دي قله معقوله؟ قله قله من اللي احنا بنشرب فيها ميه. بس انا بقى حبيت ايه، اعمل لها ديكور واعمل لها شكل جديد واغيرها واعملها ديكور تتحط بقى على السفرة، على الترابيزة، على الأرض كده في ركن. هي شكلها مختلف وشكلها حلو والله، الإضاءة ما مبينة الحلاوة بتاعتها. المهم يا جماعة، احنا عملنا القلة دي ازاي؟ كل اللي احنا محتاجينه قشر البيض، قلة أولا، وهذه القلة ازيكم يا معانا بنات؟ اهي. عاملين ايه؟ اخباركم ايه واللهم صل على النهارده؟ النبي. دي قله وعندنا قشر البيض، عايزين قلنا نغيرها بنجيب قشر ونزينها، البيض بعد ما نعمل فيها نستعمله شكل بنغسله كده يبقى ونحطه تحفه ينشف، ايه وبعد ما خفيف. بينشف بنضربه ماشي. بالكبة، بيبقى معانا زي غيره كسر الألماس. ومعانا كل اللي احنا قشر البيض اللي محتاجينه احنا قشر قلنا البيض اهوت. بنغسله ماشي. وننشفه وبعد و... كده نضربه في الكبه عشان يبقى وغيرة، زي كسر الالماس. ومعانا وطبعا حاجة طبعا ايه، ندهن حته بيها، قطنه، وشوية مية عشان نخفف بيها ومعانا الغيرة، ميه وطبق. وطبق ومعلقة. بس دي ماشي. كل فكرة. الحاجات دي احنا هنجددها بس في فيديو تاني، مش عايزين ماشي. نطول عليكم. وطبعا السبراي بتاعنا اللي احنا بنرش بيه، انا بحب اللون الفضي. اللون الفضي احلى لون بصراحة، بيتم ثابت حطينا ويتم شويه منور كده حطينا وشكله جميل شويه قوي. غيره وهنحط عليه شويه ميه حطينا شوية معلقة غيرة كبيرة، عليها شوية مية، ونتن نقلب نخففها، نقعد لحد نقلبها ما لحد ما ايه، تخف. هتبقى يعني متناسقة كده، لا هي خفيفه ولا هي تقيله. بصي هي كده، هحط لها كمان شويه ميه كمان. تتن انت تحطي ميه لحد ما تلاقيها متظبطه حطينا ميه بقى معاكي، لحد ما تبقى بقى زي ايه، الساقع زي ما انت شايفينها لا هو كده. تقيل ولا خفيف. بالظبط. لو ماشي. عندك بقى حطينا. فرشه دهان، بس انا الفرشه ما كنتش لاقياها، عملتها بحته قطنه. بتحط ديت عشان ما تنزلش على الايه، بنحط البتاع اللي تحت ده عشان ما ننزلش الغيره، ما لو ينزلش عندك على فرشة دهان او قطنة اي بيبهدل حاجة. الدنيا. كمان قشر البيض عشان نلمه اهو. هندهن، نعوز بالقطنه وندهن الجزء اللي احنا بندهنه، ندهن الجزء ده ونزود في الغيرة عشان اللهم صل على النبي، قشر البيض يلزق. بس بنحط، ما نسيبش حتة ما فيهاش. الحتة اللي هنكتبها. بعد كده بنجيب قشر البيض بنرشه عليها، بيلزق على طول. ماشي. بيقعد شوية صغيرين ويلزق زي ما انتوا شايفين كده. قشر البيض ده والله عملت بيه حاجات كتير جدا، يعني فكرة عبقرية عبقرية كمان. ده احنا ممكن نعمل بيه الحيطة ونعمل بيه حاجات كتير، بجد تحفة. طبعا بنكمل بقى بقية الجنب التاني بنفس الطريقة اللي احنا عملناها، ندهن الغيرة ونحط ايه، ونحط قشر البيض. ماشي. بصوا ده القطن ده بيطلع، لكن لو فرشة بلاط او حتة سفنجة هيبقى احلى بكتير. بس دي شغالة برضو، مش مفيش مشكلة يعني. انا كنت احط برضو قشر البيض ورش على الجنب ده. انا بتكلم بقى ان احنا لو عندنا اي فخاره شكلها قديم، اي فخاره، اي حاجه من الحاجات دي، الرش مع فكره قشر البيض دي ممكن تجدديها وتخليها لسه بتلمع وتخليها لسه جديده ومختلفه. مش لازم من القلم، من اي حاجه فخار عندك او سلستين، لان احنا جددنا برضو صينيه وخليناها تحفه بالموضوع ده. بس حتى بالقلب كده. بس طبعا ما تحطيش من تحت عشان اما تحطيها تثبت. قشر البيض اللهم صل على النبي، يخلي ما تبقى معدوله تحت، تبقى متساويه. بعد ما عملنا اول دي بقى لو دور حتت هنسيبها فاضيه زي تنشف دي كده، شوية الحتت الفاضيه اللي زي دي تعوصيها تاني وترش عليها تاني اهي زي عشان كده. الحتت اللي ما جاش فيها ايه. ما تلاقي حته فاضيه كده او ما فيهاش، تعوصيها برضو بتاع ده، اللهم صل على النبي، الغيره ده. واحنا بنخفف الغيره بالميه عشان يعمل معانا ايه، يزيد معانا، وفي نفس الوقت كده هيبقى حلو، مش وحش كده، اصح يعني. ونرش تاني، وبعد ما هنخلصها رش ونغطيها كلها نسيبها بقى تنشف شويه. ولو شكلها كده برضو مختلف، مش وحش اهو. بس هنحط حته كمان، بصي الحته اللي تلاقيها كده بليها ورش عليها.
يا ريت لو عجبكم الافكار بتاعتنا تدعمونا وتنورونا وتشيروا القناه وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل افكارنا الجديده. كل الافكار اللي عندنا جديده مش عند حد. بس هنا بلاش عملناها كده احنا خلصناها، هنسيبها بنسيبها تنشف. تنشف شويه. بعد كده يبقى الرش. بعد كده الرش ده هنا بالسكرو. سيبناها. خففي ايدك كنت بترشي عشان ما ترشيش في حته واحده، يعني ترشي في ايه، في كل الاماكن بس يا بنات الجمال بنفس فظيعة. الطريقه كده. الحته اللي تلاقيها ما فيهاش ترجعي ترشيها تاني. احسن انت بترشي في البلكونه او حاجه عشان الريحه، بتبقى الريحه بتاعته جامده جدا. بص والله التصوير انا مش عارفه التصوير وحش عندي ليه. التصوير مش مبين حلاوتها. دي بتلمع، عارفه كأنها فضه يعني كسر الماس فضه بيلمع بقى وشكلها تحفه بجد بجد والله العظيم. يا رب الفكره تكون عجبتكم وتكون نالت اعجابكم وتشرفونا وتنورونا. بصوا شكلها جميل ازاي. هي كده على فكره في التصوير مش بتلمع، بس هي في الحقيقه بتلمع جدا. الاضاءه عندنا هي اللي مش حلوه بقى، مش عارفه. بص الجمال.